مرحبا معكم هنا. اليوم الفيديو غادي يكون على قصه ديال جورجينا وكريستيانو. حكايه ديال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بدات صدفه في صيف 2016 داخل متجر غوتشي في مدريد، حيث كان جورجينا تعمل كمساعدة مبيعات ورونالدو دخل المتجر هو واصدقائه وابنه. ومن هنا بدات قصه علاقتهما التي استمرت حوالي 9 سنوات، مرت بمراحل كثيرة من ظهور الأول الرسمي لحفل الكرة الذهبية 2017، ثم انتقلوا إلى إسبانيا ثم إيطاليا، بعدها ذهبوا إلى السعودية مع انضمام كريستيانو لنادي النصر. وفي 2025 كريستيانو أعلن خطوبته الرسمية لجورجينا بختم ضخم وفخم، معلنين فصل جديد في حياتهم وسط اهتمام كبير عالمي. جورجينا اليوم ليست فقط شريكة نجاحه بل وجه إعلاني مشهور ونجمة في مسلسل وثائقي كيعكس حياتها. مهم هذه كانت فكرة ديال اليوم، كنتمنى انها تكون عجبتكم، وما تنسوش معكم لايك وسبسكرايب في القناة باش يوصلكم كل جديد. واش بان لكم بجورجينا اللي دارت حلال ولا حرام؟ واش حتى نتوما تقدر تغريكم فلوس؟ واصلا مشكل ماشي في جورجينا، مشكل في كريستيانو اللي داها وهو كان مزوج عنده ولاد. هذا كان الراي ديالي انا، وقولوا لي في التعليق الراي ديالكم، واش جورجينا اللي دارت صحيح وعلاش دات راجل كان مزوج؟